الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على فأثره إلى يوم الجمع والدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها الإخوة في الله، لقد كثرت الطعون وكثرت الحملات التشويهية على الشيخ العلامة فضيلة الوالد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه. أولا أقول وبالله التوفيق: ليس بمستغرب على العلم وأهله، أهل المنهج السلفي الصحيح، أن يطعن فيهم وأن تشوه سمعتهم من المغرضين المرجفين، ولكن الذي عنده عقل ويسمع ويعقل لا يطيع هؤلاء ولا يسمع لهم. إن العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله عدو كل ذي بدعة ومحدثة، عدو كل كاذب ومنافق. إنه أجاد وأفاد، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأفاد الأمة الإسلامية جميعا، بل هناك مسلمين في غير الدول العربية يستفيدون من علم الشيخ ربيع، جزاه الله خيرا ووفقه الله لكل خير. ثانيا، إنه لا يطعن في الشيخ ربيع إلا اثنان، وهذا سابقا قد ذكروه أهل العلم، وإنما أنا طالب علم، ولكن أقول وبالله التوفيق: الأول يكون جاهلا لا يعلم شيئا ويسمع من المرجفين المغرضين الذين لا يخافون الله ولا يحبون أن يرضوا ربهم، بل يحبون أن يشاهد لهم في وسائل التواصل وأن تكثر مشاهداتهم وأن تعلو سمعتهم. الثاني المجرم الحاسد الحقود الذي لا يخاف الله، الحقود على المنهج السلفي وعلى علم الشيخ ربيع حفظه الله. وانظروا إلى زهادة الشيخ ربيع حفظه الله، يعتذر عن حضور المؤتمرات ويعتذر عن التصوير ويعتذر، هذا كله لا يريد الشهرة جزاه الله خيرا، وإنما يريد إفادة الأمة الإسلامية جميعها. فوالله وبالله وتالله إنه أفاد الأمة الإسلامية جميعا، إلا الذي لا يعرفه يكون قد استفاد من طلابه. أضرب لكم مثالا ولله المثل الأعلى، لأن الطلاب يضرب بهم المثل. في السودان قد استفاد أكثر الناس من أحد طلاب الشيخ، من الملازمين للشيخ ربيع، وهو الشيخ نزار هاشم العباس حفظه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. فقد أفاد السودانيين وغير السودانيين في السودان بالعلم النافع والمنهج السلفي الصحيح. في اليمن مشايخ كثر: الشيخ منير السعدي العدني حفظه الله، الشيخ عماد بن أحمد العدني، الشيخ أحمد بدخن. يا أخوة أعتذر إن كنت نسيت أكثر المشايخ. وكذلك في العراق سعد النايف، الشيخ سعد، وكذلك الشيخ سعد المحمدي، والشيخ عرفات جزاه الله خير في اليمن أو في السعودية لا أدري، وقد كنت سمعت به في المدينة المنورة. على كل حال، الشيخ ربيع جزاه الله خيرا له طلاب يفيدون الأمة الإسلامية ومنتشر دعوتهم. وفي الكويت الحبيبة الشيخ الدكتور خالد بن ضحاوي الظفيري، وكذلك الشيخ عبد الله الظفيري جزاهم الله خيرا، وغيرهم من الذين لا يتسع المقام لذكرهم. فأقول لجميع الإخوة الذين يسمعون الطعن فيهم، خاصة مع آخر فتنة أصبحوا الشيخ ربيع وطلابه يلقبون بالصعافقة، أقول لهم: لا تسمعوا لهؤلاء ولا تلتفتوا لهم، وانطلقوا إلى العلم، ولا تنشغلوا بهؤلاء المصعفقة وبهؤلاء، وكذلك الخوارج، وكذلك التصوف، وكذلك الرافضة، كلهم أبعدوا عنهم جزاكم الله خيرا، واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن هذا من آخر الزمان، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. الأمر الثاني: إن من يطعن كذلك في طلاب المشايخ، وكذلك الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري جزاه الله خيرا، كثرت كذلك الطعنات فيه، وكثرت الحملة التشويهية عليه.
الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا أفاد وأجاد، أجاد وأفاد، أفاد الأمة الإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يوفقنا وإياه. ولكن نصيحتي لشباب المسلمين أن يبعدوا عن كل المبتدعة وأن يتبعوا علماء سلفهم الصالح، واعلموا أنه في آخر الزمان يقل العلماء الربانيون، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويقل العلماء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو المستعان وعليه التكلان. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ علماء أهل السنة والجماعة وأن يوفقنا وإياهم لكل خير ونجعلهم من الهداة المهتدين. كما أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد التوحيد، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، أسأل الله أن يحفظها وعلمائها وولاة أمورها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد اعتندت أشد العناية بالحرمين الشريفين وحرستهن بأشد الحرص، وبذلت جهدهم وبذلوا جهدهم في خدمة الحاجين والمعتمرين. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير وأن يوفقنا للدعاء لهم في كل صلواتنا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله.